على جبالي ونرجعوا نحكيو. مرة أخرى يؤكد المنتخب المغربي الشقيق أنه أصبح يعيش في كوكب آخر بعيدا عن كل المنتخبات العربية والإفريقية. فبعد رائعة مونديال قطر والمشاركة التاريخية التي أبهرت كل العالم بوصوله لنصف نهائي كأس العالم، تجدد نفس سيناريو النجاح والمردود الكبير ليلة السبت الفارط في سهرة رمضانية أمام نجوم كرة القدم العالمية مع المنتخب البرازيلي العملاق، حيث حضر الإبداع بالتوازي مع الروح الانتصارية والأهداف في ملعب طنجة الذي اكتسح العالمية في حضور جماهير مغربية كبيرة جاءت لتكون اللاعب رقم 1 ولتؤكد أن الكرة المغربية هربت بالجميع، لأن رجال هذه الدولة الشقيقة تجندوا فعلا وقولا لخلق ثورة رياضية في البلاد، وهذا ما جعل هذا المنتخب العربي يبسط نفوذه في مباراة تاريخية كان حكمها الدولي التونسي الصادق السالمي. فمتى يلتحق ركب كرتنا التونسية بركب شقيقتها المغربية؟ أي سعدنا، كيفاش عشت المباراة التاريخية للأشقاء المغاربة أمام المنتخب البرازيلي والثورة الرياضية اللي يعيشوها أشقائنا في المملكة المغربية؟ كي قلت لك قبيل ما عندناش دولة بالتعبير المجازي ما فهمتنيش أنت. تفرج المغرب، تفرج الثورة الرياضية في المغرب، المغرب الشقيقة اللي كنا معناها المغرب وقت اللي تربح تونس ما حدث فراس وبالدنيا وبالعالم كله بتاع المغرب وقت تربح بالتيمومي وبغيرهم وبادو زاكي يربحوا تونس حدث. اليوم تجهيزات على اعلى مستوى، شوف العشب، شوف الجماهير، شفت الرياكسيون انا نتاع اللاعبين وقت اللي ربحوا البرازيل اللي عطاتنا 5 وسي كمال اللي ضحك عليا وقال لي كان قواو في الريتم راهو عطاونا 10 وانا عاندت معاه قبل بشهرين وقبل ب3 اشهر. المغرب ربحت اولا ما يقول الفرنساوي معناها حتى الفرحه وما مشاوش بدلوا المراول ومعناها تقول المغرب هي البرازيل. المغرب وما دراك نتاع العربي بن مبارك اقوى ملاعبي في العالم، اليوم تشوف المستوى بتاعها ويني في المربع الذهبي بتاع كاس العالم. نحن عملنا مباراة عالمية ضد المنتخب الليبي ربحنا 3 بشيء، منتخب متواضع مع احترامي للاخوة الليبيين. كي تعمل تحط مقارنة هنا وهنا وين هما وين نحن، وين هما وين نحن. معناها المغرب اليوم في مستوى في بالي اخر بعيد علينا برشا، لكن نحب نقارن على كل المستويات، مانيش نحكي على السياحه ولا اللي كنا معناها الاخوه نعلموا فيهم، معناها مع احترامي ليهم ونحبهم برشا المغاربه، لكن اليوم على كل المستويات المغرب هاربه بينا رياضيا. كرة قدم خاصة اللي القلب يوجع على تونس معناها. حاجة بركة صاحبي حبيت نقولها وانت ربما اشرت لها في العنوان، ماهوش راهو صادق سالمي اللي كان حكم المباراة. لا انت حاط هنا في الكوندكتور قلت صادق سالمي، لا مش صادق سالمي، مش صادق سالمي بتاعنا راهو، صادق سالمي واحد اخر، صادق سالمي اخر، صادق السالمي اللي ما يمشيش بالتعليمات غادي، صادق السالمي اللي ضيع كاريرو. وقت اللي شفت نثبت في تصويره ما كنتش بالي شكون زفر، نقول مش صادق هذا الصادق اللي نعرفه. انت ريتو شعمل؟ استنى قبل ما ريتو شعمل يا كابتن، صادق كان عنده كارير عالميه في المباراة هذه. مريتش صادق السالمي، مريتش صادق السالمي نتاع البطولة التونسية اللي انت تحكي عليه المرة الأخرى اللي مشى اعتذر ربما ما حبيش تقول اسمه. عليه يا صادق ضيعت كاريرك، كنت نجم تعمل كاريرة كبيرة وتكون من أحسن الحكام في العالم. للأسف خليت روحك معناها ربما الله غالب في شخصيتك، أنا نعرف رجل متربي ومتخلق، لكن في شخصيتك خليت روحك لا تمشي لكأس العالم، لا تكون من أكبر الحكام في العالم. أنا شفتك في المباراة الحقيقة ما عرفتش صادق السالمي بتاع تونس. وراهو سامحني، راهو اللي عملوا هو اللي وصلوا هيك، خاطر كان ما جاش يعمل هيك في تونس ما تلقاش هيك غادي. سامحني فهمت؟ ما نجمش يمشي اكثر من اللي مشي تو، هو الحكم رقم 1. في بالك انت الحكم الصادق السالمي تقول لي انت ما نجمش عليه، اموره وانيه، اموره في النوار. الحكم الوحيد في تونس محترف ياخذ في 6 في 3000 دولار ولا 2500 دولار كل شهر كمحترف بالكاف، وهو موظف في الرابطه بتاع القيروان وعمره لا مشى يخدم، ياخذ في 1350 دينار وعنده فهمتني ولا كل ماتش ياخذ في 3 ملايين. لو كان ما عملش الشيء هذا هل هو مش يلقى الامتيازات هذه من سيد مولا الكره؟ ما يلقاش. شوف معناها اليوم الطريقه سامحني الصراحه، شوف التصويره، شوف الابداع. يقول لك راه يغسل لي منقوش يعمل مقابله
ماهيش خايبه وماهيش باهيه. باش نقول لك علاش، باش نعطيك تحكيميا. عنده زوز اخطاء اللي هما ظاهرين كي شدوا من يدو في اول ماتش، معناها شخصيته هكا هو جبدوا من يدو. هذيك الغلطه الاولى. الغلطه الثانيه في اخر الماتش ولا دو كونتر اتاك للمغرب، هو قصهم خاطر تعب ولا معناها جاء في الدياغونال بالضبط ما عرفش يوقف. اما بار هذا صدق سامي ما اثرش على نتيجه المباراه، عمل مقابله محترمه مش ممتازه، محترمه. يعني حبيت نقول لك راهو صدق السالمي كما جاش الصدق السالمي بتاع تونس ما ياخوش الامتيازات من رئيس الجامعه مش توصلوا للدرجه هذيك. خاطر شوف معناها هذا مربوط بهذاك. شوف يعينوا رئيس الجامعه ما شكون يعين فيه؟ سامحني مكرم، انا نحب كما قال صاحبي يا اخي هو في حاجه رئيس الجامعه وقت اللي يكون مستواه كبير هو احسن حاجه. سامحني ما يوصل كلام مكرم صحيح. ما ينجمش يوصل. كيفاش تتم عمليه التعيين؟ هي جورني فيفا والجامعه والناس تتعاين. هما طلبوا طاقم تحكيم تونسي والجامعه هي اللي تختار. لا ما نحكيوش على هذا. حاجه انا نقول لك انا اسمع عربي يكمل ونجيك. تفضل يكمل ونجيك. الكاف تراسل الجامعه تقول لهم اعطيني انا والحكم نتاعك اللي يمشي محترف عنا. والله انا تحط صدق سالم تقول لك عاداني تو نقول لك شوي. راهي الجامعه رئيس الجامعه التونسيه لكره قدم هو اللي عنده تاثير مش يعينوا الحكام نتاعنا، وهو اللي يحب الاربيتر ما يمشيش، وهو ينحي من القائمه الدوليه، وهو يحط لا نوت لا كوميسار لا حتى شيء. يعني اللي يحكموا هما الجامعه. ولذا حبيت نعرج في على المغرب اليوم اثبت اللي هو ترشحه للربع النهائي نصف النهائي كاس العالم. والصدفه المغرب اصبح من الكبار اليوم. معنى واقع هذا وشفناه كي تشوف تقول هو البرازيل قاعد يتاكي، قاعد احرج المنتخب البرازيلي. وختاما صاحبي كي تشوف الملعب اللي تم تجديده، ملعب طنجة 82,000 متفرج. معناها شوفك الملعب اللي خاصين عليه مازالوا معناها جدوه. شوف هما كي جدوا ملعبهم كيفاش، شوف نحن كي جددنا الملعب نتاعنا والمنزل والا سوسه الهندسه، وشوف السرعه وشوف معناها شيء كبير. شيء كبير واحنا حقنا نحشموا على رواحنا اللي شادين الكره في تونس يا مكرم، اللي شادين في كره تونس بالحق شابوبا للاشقاء المغاربه، اعطونا درس في كل شيء. شوف فوزي لقجع كنا نهاجموا فيه قداش مره انتقدناه، لكن الراجل هذا يخدم في بلاده، يخدم في كره بلاده. تحب تقول لي عنده ماكينه مصاب اللي عنده ماكينه هنا يخدموا بلادهم يخدموا تونس، اللي عنده ماكينه يخدموا في مصالحهم الخاصه، اللي عندهم ماكينه يخدموا في مصالح الهياكل نتاعهم، وفي مصالح أندية معينة عندهم معاهم مصالح خاصة. أما كرة القدم التونسية مصالحها اللي تذهب للجحيم حسب الناس هذوما اللي شادين كرة القدم التونسية. الناس هذوما تو التاريخ يحاسبهم. شوف فوزي لقجع شنو عمل في المغرب، شوف المغاربة في التوب، شوف المغاربة حديث العالم، واحنا حديث الطاس كل مرة تأرخ على ميلاد الفساد الرياضي في تونس، على التجاوزات الرياضية في تونس، على الظلم في تونس. أنا كان جيت والله العظيم كنت جيت أنا رئيس جامعة تو حالا نخرج في منبر إعلامي ونقدم استقالتي أمام العموم ونعتذر على الدمار الشامل اللي خلفته لكرة القدم التونسية. عربي السنقرية عندك منديل بخصوص الحكم صدق السالمي؟ عندي منظيف خاطر الناس لازم تعرف راهو لقجع رئيس الجامعة المغربية بالنسبة للسيد اللي عندنا في تونس عبارة يخدم تحت منه. نبداو واضحين. راهو وديع الجري هو اللي ضعف كرة القدم التونسية، وهو اللي ضعف الهياكل الدولية والإفريقية اللي موجودة في تونس خدمة سي فوزي لقجع لا أكثر لا أقل. والصادق السالمي من دون خلق ربي إفريقيا كاملة ما لقى السالمي عين فيه، ما هو عينوا على خاطر يتعاملوا مع بعضهم. أبو ريدة ورئيس الجامعة الموريتانية ووديع الجري وعرفهم الأولاني هو لقجع، ولذا قال له اعطيني وحيد باهي باش نعدي به البرازيل. مد له صادق السالمي لا اكثر لا اقل. وصادق السالمي كان ما جاش حاشم من البرازيل والله العظيم راهو فتقها من بعضها البرازيل. تقول لي انت حكم ما حكمش تونس كامل، جابش يحكم البرازيل يغسل البرازيل. شوف انت عده مجلات وجرائد عالميه معناتها ينتقدوا في الحكم السالمي. عمركش انت كاس عالم كامل ما صارش حتى حكم انتقدوه. لعبت مره بحكم تونسي شوفك الفوضى اللي عملها. تقول لي صادق السالمي الصادق السالمي هديه
من وديع الجري للسيد لقجع على الاكثر الاقل، واللي ضاعف الكره وباع تونس وباع جميع المناصب في تونس وخرج لنا معناتها الرجال اللي كانت تخدم في تونس هو السيد وديع الجري. بلال وبعد سي صالح نكمل معكم. نحب نقول احنا وين والكره المغربيه وين. شوف المنتخب المغربي الحقيقه المنتخب المغربي نجم يربح اي منتخب في العالم وي ومش بالزهر. معناها سي تافيري اللي كي وصلوا للدومي فينال ماهوش هزار ماهوش بالزهر. قاعد يقدم في مردود تلعب ضد البرازيل مش بالسهل اللي يمشي يلعب ضد البرازيل. المنتخب البرازيلي راهو يلعب ضده يقعد يتفرج في الكوره. المنتخب المغربي اتاكي اتاك بار اتاك. البوزيسيون عند المنتخب المغربي فريمون درس كروي يتقرا من المنتخب المغربي والماتش هذا باش يقعد يحكيوا عليه اجيال. قول سي صالح. سي صالح لا ما تكلمت لا نرجع لك سي صالح. صاحبي صحيح اللي قلناه الكل على المنتخب المغربي راهو هو مباراة نتيجة ربح المغرب، اما نحكيو شويه تيران راهو البرازيل اللي لعبت مش البرازيل تاع الكوب دي موند، راهو باش نبداو نحطوا في بالنا. اما اسمه المنتخب اسمه المنتخب البرازيلي صحيح، اما راهو ناقص 70% من اللي تيتولير ما كانوش متواجدين. ناقص نيمار ناقص لا 70% نقول لك عليه. شنو؟ لا بشويه هذا نقول لك. لا تنقول لك شنو ناقص نيمار ريت. لا بشويه فما جول جديد بشويه. حارس ليفربول مش موجود، الحارس الاول اندرسون. لي دو لاتيرو مش موجودين، ماركينوس وسيلفا مش موجودين. سبعة رافينا مش موجود. هذوما 7 ونيمار، هذوما 7 اللي لعبوا تيتولير في كوب دي موند. هذا ما يمنعش كاس العالم بشويه. شنو تو المره الاخرى وقت اللي تون فرنسا ناقصه قلتوا لا ربحتها وما نستعرفوش يا عدنان احنا مانيش باش ننقص من الفيكتوار تاع المغرب. لا المغرب خلاف الفيكتوار والريزولتا تكنيك. فما اسبوع هذايا مش تدخل في ال10 الاوائل في الكلاسمون تاع الفيفا مونديال. راهو المغرب الحاجه اللي صارت واللي لفتت انتباه العالم خاصه اوروبا وقت النشيد الوطني تاع البرازيل هك التصفيق عام لطف سامحني تصفير لا مش تصفير. وقت اللي وقفوا دقيقه صمت على روح بيلي. التصرف نتاع الشعب المغربي نتاع الجماهير المغربيه كانت مثاليه بخلاف هذا الكل الميدان بخلاف النتيجه ماناش ناخذوا الوقت نحكيو عليها. اما كانت كانت مباراه ناجحه بأتم معنى الكلمه، جماهيريا تنظيميا حتى كرويا. ملاحظه راه قلتها مش من ملاحظه معاك في بلاصتها مانيش في النقص. اما المغاربه هربوا بينا لا هربوا ويلزمنا نتعلموا منهم ونحاولوا. شو صاحبي سامحني كلمه راهو اسمعني الغالب راني نلعب ضد الوقت. هذه الحقيقه الغالب عندهم جينيراسيون خير من نتاعنا تحب ولا تكره. عندهم جينيراسيون. نقول لك حاجه بالنسبه للمغرب كما يقول الشاعر على قدر اهل العزم تاتي العزاء. يرحم والديك. المغاربه ناس حابه تخدم. عجبني صاحبي في كلمه لقجع عنده ماكينه تخدم في بلاده. مصاب عندنا ماكينات احنا ناس قلتها لك كلمه ونعاود نقولها. ما عندنا كان الغرور والكذب ونلعبوا ضد بعضنا. ما عندنا كان الغرور والكذب. احنا 10 سنين من 2011 قولوا اللي يحبوا يقولوا من 2011 قاعدين كان الدمار الشامل. قاعدين نهلكوا في بلادنا قاعدين ندمروا في بلادنا. يرحم والديك. الله يسامح هل طلعت النظام البرلات الحكومات كل 5 شهور عندنا وزير جديد لا ينجم يبني لا ثم رؤيه لا حد شيء. هذا كله تراكمات. راك تشوف في البلاد ولينا نتندموا على عام 76 وعلى عام 80 وعلى عام 94. نحن الى الوراء سر وما زلنا اذا ما عندناش العزيمه باش نخدم. واحنا تكلمت يا مريم ناقصين 7 جولات. تعرف في البرازيل حومه الا مدوه ما حداش يثبت الطوس 12 مليون لاعب واضح فتلعب. احنا كما قال سعدنان وقالها كمال بخليل كلمته الشهيره ديما احنا رانا نجوم في الغرور. احنا اكثر من نجوم هذه ما عندنا حتى نجوميه اخرى. يمكن النجم الوحيد اللي عندنا سنه فيها شهر الكريم هو العربي سنقريه نجم الكبيره كشي. والله صارت لي حكايه قبيله. كيف شيء برا عرضني واحد قال لي نحب نصورك. جاب مصور قال لي صورك 8 تصاور. صورني 3 قلت له وقف مش كان يا ريم مرخص 8 تقعد تصور فيه 8 تصور فيه استعمل يا ريم صاحبي في كلمه بربي انت تو جبت الكاميرا كاشي صدقني. تليفونات من المملكه العربيه السعوديه من فلسطين من الامارات من السودان على قلت انت عندي برنامج 2 برامج في السودان.
ما عندكش فكره. ونوجه معناها اشاره للساده قاعدوا يحلوا في بوزيسيون نتاع لي كاميرات، حل نقاش واحد يقول له في البوزيسيون نتاع الكاميرا غلطه، والاخر يقول له لا، في هذا النوع من البرامج الكاميرا تكون في المواقع الكل. المهم حاجه عالميه. ربما مره اخرى نسمعك التسجيلات اللي بعثوها لي، قالوا لي خرجتونا من رتابه، من ربما من رداء نتاع بعض البرامج التلفزيونيه الاخرى حتى على مستوى عربي. كاميرا كاشي معناها مصطنعه وقوه نتاع فلوس، نحن قوه نتاع افكار وضمار. معناها الراجل دامر بفضل ربي استنبطنا الفكره الفين واللي يحبوا يشوفوها الناس. ما عادش نجم نهز التليفون انا، صدقني. الراجل قبيله كلمني شخصيه بنحترمها جدا، مديرين في شركات، قال لي نمشي في النهج ونضحك وحدي.